السيرة الذاتية. أنا محمد رضا محمد عبد الكريم من محافظة البصرة، قضاء بالخصيب. ولادتي عام 2007. بدأت بقراءة القرآن الكريم وأنا عمري 11 عاما. أول من حفزني على القراءة هو والدتي ووالدي. أول محفل قرآني شاركت فيه في حسينية الحلاف. أهم المشاركات لدي هي مسابقة المدارس في البصرة. أنا مع كليهما، لكن أفضل التجويد. تأثرت بالقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أنتمي إلى مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور مقام الكرد. مثالي الأعلى في القراءة هو القارئ الحاج أسامة الكربلائي. مثل لي المأذنة الشيء الذي يخرج منها صوت الحق. نعم، أنا مع توسع الجمعيات القرآنية. أرى اهتمام العتبتين المقدستين اهتمام جدا كبير، كمشروع أمير القرآن الوطني ومشروع الألف حافظ. سورة ياسين. أهم موقف مع القرآن في حياتي أنه في مسابقة المدارس حصلت على المركز الأول بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القرآن الكريم. أجد القراء العراقيين في المرتبة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العلي العظيم.